جول. يا له من السلام عليكم. ماذا قال المعلقين العرب بعد فوز الأهلي الكبير على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب ليضرب موعدا مع سياتل واندرز الأمريكي في ربع النهائي، فقد تفاعل المعلقين العرب مع فوز النادي الأهلي. وهنبدأ بالمعلق الجزائري حفيظ دراغي الذي أدلى بتصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية وقال: سيظل الأهلي هو كبير إفريقيا وكبير القوم في إفريقيا، والذي دائما يظهر شخصيته الحقيقية في المباريات الكبيرة وخاصة في كأس العالم للأندية. فهذه المرة الثامنة التي يتأهل فيها النادي الأهلي لهذا المونديال، وأعتقد بعد هذا الفوز سيكون الأهلي مع التاريخ من أجل تخطي سياتل واندرز الأمريكي الذي أراه فريق قوي جدا. وعلى الأهلي الحذر من مهاجمين هذا النادي الأمريكي لأنهم خطيرين جدا في الهجمات المرتدة. فيما صرح المعلق التونسي رؤوف خليف وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة التونسية وقال: الأهلي عامل حالة في المغرب، والجمهور المغربي مساند كبير للنادي الأهلي بسبب شهرة النادي الأهلي في إفريقيا. وأعتقد بعد هذه المساندة الجماهيرية من الممكن أن يتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لمقابلة ريال مدريد، وهذا ليس بعيد عن النادي الأهلي، فالأهلي فاز من قبل على بالميراس البرازيلي وعلى مونتير المكسيكي والهلال السعودي بطل آسيا برباعية. فالأهلي دائما لا يخشى الكبار، وهو بالفعل من الكبار. فهناك فارق شاسع بين الأهلي وبين الزمالك في كل شيء، فالأهلي هو الوجهة المشرفة لمصر، وأتمنى مقابلة الأهلي مع ريال مدريد في نصف النهائي. بينما صرح معلق هذه المباراة السعودي عيسى الحربين وأدلى بتصريحات لقناة SSC السعودية وقال: هذه من أفضل المباريات التي علقت فيها في حياتي، لأن جماهير الأهلي تفاعلت معي بشكل كبير، وأشكر كل الجماهير المصرية على هذا الدعم، وخاصة جمهور النادي الأهلي. فنسبة كبيرة من الجمهور الأهلاوي كان لا يعرفني قبل هذه المباراة، ولكن بعد تعليقي على هذه المباراة أصبح 80 مليون يعرفون عيسى الحربين. فشكرا لكل جماهير النادي الأهلي، وشكرا للنادي الأهلي الكبير، وأتمنى تعليقي للنادي الأهلي على مباراة ريال مدريد، وهذه هي أمنية حياتي. بينما صرح المعلق التونسي عصام الشوالي وقال: الأهلي هو الأهلي، لا يتغير أبدا، ودائما نشاهده في كأس العالم للأندية باستمرار على عكس الأندية العربية والإفريقية. فالأهلي أصبح حديث العالم بعد مباراة أوكلاند سيتي، وخاصة الصحافة الأمريكية والصحافة الأسبانية التي تتحدث عن إمكانية مواجهة الأهلي مع ريال مدريد. فهذه هي عظمة النادي الأهلي الذي أحرز البرونزية في آخر نسختين، ونأمل أن يتوج الأهلي بكأس العالم للأندية، وهذا هو حلمنا جميعا. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.